السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سمير أمرة، امتياز علاج طبيعي. النهاردة الفيديو التاني من الانترودكشن اوف نيوروسيرجري. طبعا الفيديو الأولاني كان من حوالي يومين بالظبط. طبعا بشكر الناس اللي سمعته واستفادت. الفيديو جاي مشاهدات كويسة، ودي طبعا حاجة تسعدني جدا، يعني اللي الناس بتستفاد من الفيديو اللي أنا نزلته. دي نقطة. تاني نقطة، المفروض زي ما كنا متفقين إن هنشرح على سبورة بورد، تمام، ولكن في مشكلة. سبورة علشان أسجل عليها لازم أروح مكان تاني بعيدا عن المكان اللي أنا قاعد فيه، وبضطر أبات ليلة كاملة علشان هسجل وأمنتج في نفس الليلة. فأنا الفترة دي عندي شغل، يعني أنا حاليا مسجل فيديو الساعة 6 الصبح يوم السبت اللي هو النهاردة. الفيديو هينزل لكم المغرب الساعة 8، تمام، يعني دلوقتي الساعة 6 بالظبط. فأنا طول الليل صاحي بخلص شغل بعيدا عن العلاج الطبيعي، يعني شغل مش خاص بالعلاج الطبيعي. فهيكون من الإرهاق إني أروح أبات في مكان تاني وأنا عليا شغل كتير لسه هخلصه. فأنا قلت أسجل فيديو كده اللي هو الصبح بسرعة علشان الناس متأخرش عشان عندها ميد. فالجزء اللي عايز سبورة هنحاول نعوضه بحاجة تانية، زي مثلا تراك بيراميدال تراك هنرسمها على فوتوشوب أو إلستريتور وخلاص، مؤقتا لحد ما نسجل فيديوهات على بورد. دي تاني نقطة. تالت نقطة، الدكتورة ياسمين طبعا ساعات بتقول لكم على موعد وبعدين موعد يعني بينزل فيديو في غير ميعاده. طبعا خطأ بيكون مني أنا مش من الدكتورة ياسمين، علشان أنا ساعات ببقى مشغول وكده وفي حاجات تانية بتتعمل، فالتأجيل ده بتبقى مني أنا، فعذرا يعني. أنا طبعا عارف إن ده واخد دكتورة ياسمين معايا، لو هي بتسمعني فأكيد يعني عارف إن ده واخدة معايا، فطبعا بشكرها جدا. وإن شاء الله يعني الفيديوهات هتنزل في مواعيدها بعد كده. كده احنا خلصنا، نبدأ بقى ندخل في الفيديو الجديد. الفيديو الأولاني أخدنا الفانكشن areas of the brain، أخدنا introduction بسيطة جدا عن تكوين البرين central nervous system و peripheral nervous system، وانتهينا بالفانكشن areas of the brain. وطبعا كان في كومنت شفته ان الناس عايزه الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحان او اللي جت في امتحان السنه اللي فاتت. طبعا امتحان السنه اللي فاتت معايا، فهفرغه بس واقسم كل جزء من الاسئله على المحاضره اللي هتتشرح. يعني مثلا النهارده شرحنا محاضره معينه هيميبليجيا فرضا، يعني فهنجيب الاسئله اللي جت في الامتحان بتاع الهيميبليجيا ونحطها في المحاضره الاخيره. فحته الاسئله دي يعني ما تخافوش، ان شاء الله هنزل لكم الاسئله وهجاوبها معاكم. هنبدأ النهاردة في جزء الموتور سيستم. يعني احنا بدأنا بالفانكشنال ارياز اوف ذا برين، دي أول حاجة لازم تعرفها، يعني السيجنال نازلة منين بالظبط، أو إيه الاريا اللي بتتحكم في الحاجة دي، تمام. هناخد بقى المسارات، يعني الخطوط اللي ماشية فيها السيجنالز دي، الموتور سيستم. وفي بعد كده السنسوري سيستم هيكون المحاضرة الجاية. وهيكون في محاضرة رابعة اللي هي حاجات تبع المحاضرات، طبعا حاجات عبيطة برضه هتكون عبيطة في الآخر، يعني احنا خلاص المفروض نكون أخدنا بيزك قوية بعد الفيديو الرابع. والمحاضرة الخامسة هتكون الشيت. طبعا أنا عارف إن أنا يعني حاسس إن أنا بموت وأنا بتكلم، بس معلش عشان أنا منمتش والله، يعني داخل في فترة كبيرة منمتش، يعني حوالي 20 ساعة ولا حاجة. الموتور سيستم ده بيتكون من 4 حاجات، نعتبرهم حاجتين دلوقتي. البيراميدال سيستم لوحدها حاجة كبيرة كده، اللي هي أبر موتور نيرون واللور موتور نيرون، وحاجتين بيساعدوهم معاهم، السيربيلم، تمام. وطبعا السيربيلم ده هناخده فيما بعد في محاضرة، والأتاكسيا وكده. والإكسترا بيراميدال سيستم أهمهم البيزن جانجليا، تمام. والباركنسونيزم فيما بعد برضه هيتاخد، تمام. يبقى هما نعتبرهم حاجتين اساسيتين وحاجتين مساعدين. الحاجتين الاساسيتين اللي هي البيراميدال سيستم، الام او الاب الكبير معانا، واللور موتور نيرون، تمام. سيبك من الاثنين دول دلوقتي، كل شغلنا في المحاضره دي على الابر موتور نيرون واللور موتور نيرون. الابر موتور نيرون ده الاب والعيال، اللور موتور نيرون دول الاولاد. الابر موتور نيرون زي ما قلنا المره اللي فاتت اريا 4 واريا 6. ولو انت فاكر وظيفة اريا 4 كانت الانيشيشن اوف فولانتري موفمنت، وظيفة اريا 6 كانت بتبعت انهبيتوري فايبرز للديب ريفلكس والماسل تون، تمام. عشان هنحتاج النقطتين دول. اللور موتور نيرون اكيد سمعت في المحاضرة
اللفظ ده بيقول لك structures forming the reflex arc، وانت ممكن اساسا ما تكونش عارف ايه الريفلكس ارك، فطبيعي انت مش عارف ايه الستراكشرز فورمينج ريفلكس ارك. مع اللور موتور نيرون بيبدا اللور موتور نيرون، ركز معايا، اللور موتور نيرون بيبدا من الانتيريور هورن سيل، بيروح ل انرفات وبيعدي بكل حاجه. يعني هو بيبدا بالانتيريور هورن سيل وبينتهي بالمصل، كل حاجه معدي عليها تبع اللور موتور نيرون. يعني هو بيبدا من الانتيريور هورن سيل والنرفات والروتس وكل الكلام ده لور موتور نيرون، مرورا او نهاية بالمصل. معنى ذلك لو ضربت الانتير هورن سيل ما تقوليش بقى هيبقى ابر موتور نيرون ليجن، لا ده لور موتور نيرون ليجن. ده اول جزء معانا في المحاضرة، البيراميدال سيستم، الحاجة الكبيرة اللي مدوخة الناس كلها. بص احنا هنقول الكلام المهم اللي يعني ايه اللي يخليك تفهم الدنيا. انا مش عايز دباجة وحفظ وبيعدي منين وكده، انا عايز الحاجات المهمة. الحاجات المهمة هي بتطلع من بيت سيلز من اريا 4 واريا 6. وظيفة اريا 4 عرفناها، وظيفة اريا 6 عرفناها. بيعدي الفايبرز دي، بتعدي كورونا رادياتا، بتنزل internal كبسول، بالظبط بينزل في الانتيريور تلتين البوستيريور لمب بتاع الانترنال كبسول. يعني الخلاصة هو بيعدي من البوستيريور لمب بتاع الانترنال كبسول. تمام. بعد ما بيعدي من الانترنال كبسول طبعا في فايبرز بتنفصل هقولها لك دلوقتي، وفي فايبرز بتكمل. طبعا انا ما بتكلمش عن ديكاسيشن. تمام. بينزل بيعدي في الميد برين، تمام، والبونز والمضله، بيجي عند اللور بارت اوف مضله هنا كده، وفايبرز بتعمل لها ديكاسيشن. 80% من الفايبرز بتكروس الاوبزيت سايد والباقي بينزل يكمل. الترمينيشن يعني نهايه البيراميدال تراكت بتكون في الانتيريور هورن سيل. معنى ذلك ان الانتيريور هورن سيل بدايه اللور موتور نيرون سيستم. يعني لو الانتيريور هورن سيل انضربت يبقى ده لور موتور نيرون ليجن. المعلومه المهمه اللي عايزك تعرفها، البيراميدال وهي نازله هي اسمها كورتيكو سباينال تراكت. تمام. البيراميدال تراكت اسمها كورتيكو سباينال تراكت. احفظ الاسم ده كويس. يعني لو قال لك كورتيكو سباينال هي بيراميدال كورتيكو سباينال، وممكن يرمز عنها بالرمز دلتا كده، بيراميدال، شبه البيراميد يعني. يبقى تاني الكورتيكو سباينال دي بيراميدال. البيراميدال وهي نازله، او الكورتيكو سباينال وهي نازله بتتفرع منها شويه فايبرز اسمها كورتيكو بالبر. الكورتيكو بالبر دي بتروح للموتور نيوكلياي بتاعه الكرينيال نيرفز. تمام كده. هوريها لك في الرسمه دلوقتي. تمام. يعني هنقفل السكرينه دي دلوقتي وهنروح على الالستريتور او فوتوشوب، هرسم لك رسمه مبسطه اسهل من دي، عشان الرسمه التانيه احنا بقى اللي هنعوزها، دي المفروض بقى كنا رسمناها على سبوره وكده. فهنستخدم الفوتوشوب او الالستريتور، اي برنامج يعني رسم بدل السبوره. فهنروح للالستريتور وبعدين نرجع تاني مره تانيه. احنا كده فتحنا الالستريتور، هنبدا نرسم البيراميدال تراك. طبعا يعني ده رسم بالماوس فاكيد هيكون تعبان جدا، وانا اساسا ما بعرفش ارسم، لو على سبوره هيكون احسن. نجيب البرش، حصه فوتوشوب بقى. المهم بص دي كده، بس نعمل لون اسود، لون اسود. تمام. بص معايا دلوقتي، دي الكورتكس. تمام. انا هسمعها لي والله. ودي كورتكس، ده حاجه عظمه والله. تمام. ده الانترنال كبسول، يعني ما تدققش على الرسمه قد كده يعني. تمام. ده البرين ستيم طبعا، ميد برين بونز ومضله، ميد برينز بونز ومضله. هنقلل بس نغير اللون عشان نعرف مسار التراكت رايحة ازاي. اي لون نعمل الستروك مش لازم. المهم ممكن كنا نغير نجيب بنسل يعني. المهم في فايبرز، بس كل دي فايبرز. تمام. الفايبرز دي طالعة من بيت سيلز في الاريا 4. تمام. بتعدي من انا قلت لك بقى بتعدي من الانترنال كبسول بالسيرو لم، بتعدي من برينز مودز مضله، الكلام من ده سيبك من الكلام ده دلوقتي. انا عايزك تركز في الكلام اللي هقول لك ده جدا، علشان الكلام ده هيقوم عليه
يعني ده الاساس بتاع المنهج. وهتشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. دلوقتي الفايبرز بتتجمع بتنزل، دي الفايبرز تمام، بندل نازله، بتيجي هنا عند اللور بارت اوف مضله، بتعمل ديكاسيشن وبتعدي. تمام، ده اول جزء عايزك تكون عارفه. يعني رقم واحد هنا كده في ديكاسيشن عند اللور بارت اوف مضله. تمام، نغير اللون تاني. تمام، نختاره مثلا اللون ده. احنا زي ما احنا عارفين وزي ما قلنا المرة اللي فاتت في التوزيع بتاع النيوكليوي، موتور النيوكليوي بتاعت الكرينيال نيرفس في البرين ستيم، كان في هنا 3 و4، 3 و4، 5 6 7، 5 6 7، مكانش في 8، كان في 9 و10 و11 و12، 9 10 11 12. المفروض بقى كانت تنزل لتحت شوية بس مش مهم يعني. يعني دلوقتي احنا عندنا دول كده في الميد برين، والتلاتة دول في البونز، ودول في المظلة. تمام، طبعا هي رسمة عبيطة، يعني هي الرسمة متلخبطة علشان انا ما بعرفش ارسم وماوس، ففي مشاكل يعني. هنجيب البنسل. تمام، فين البنسل؟ تمام، واضح كده البنسل. هنبدأ نرسم دي بقى الكورتيكو سباينال. تمام، عايزين نشوف الكورتيكو بالبر. الكورتيكو بالبر اللي هي فايبرز نازله من البيراميدال رايحه تغذي البالب ده اللي هو برين ستيم والنيوكليا بتاعت الكرينيال نيرفز. تمام، فدلوقتي في كورتيكو بالبر، ركز معايا. كل واحده، يعني بص التراك دي وهي نازله بتدي واحده يمين وبتدي واحده شمال، بتدي واحده يمين وبتدي واحده شمال، بتدي واحده يمين واحده شمال، يمين شمال يمين شمال. تمام، ما عدا النيرف رقم 7 اللي هو العصب السابع، ومش كله، النص التحتاني منه بيتغذى من جنب واحد بس وبيكون كونترالاترال. والهايبوجلوسال نيرف اللي هو النيرف رقم 12 بيتغذى كونترالاترال. بمعنى يعني انت دلوقتي عندك دي النيوكليوي بتاعت العصب السابع، هي اتقسمت ثانية واحدة بس. دي النيوكليوي بتاعت العصب السابع. تمام، الجزء ده واخد بالتراكت او من الفايبر اليمين. تمام، والجزء ده برضو واخد من الشمال. الجزء ده بس ده اللي هو الجزء اللور بارت او النيوكليوي، الجزء اللي تحت من النيوكليوي واخد من العكس. يعني لو كده ده جزء يمين اللي هو رايت. تمام، النواة الرايت الجزء اللي فوق منها واخد من الجنبين بايلاترال، والجزء اللي تحت من النواة ده واخد كونترالاترال العكس. وتنطبق القاعدة على رقم 7 ورقم 12. فمعنى ذلك كل الحاجات دي كل دي واخدة بايلاترال سبلاي ما عدا الرقم 7 ورقم 12. ده طبعا كل ده الجزء ده كله هيتقال في الشيت. تمام، والجزء ده كله هنعوزه في اي ليجن جاي فيما بعد وفي السنسيشن. بص في كل حاجه هاثبت لك دلوقتي قصدي ازاي. هنمسح بس شويه حاجات كده، نعيد تاني بس الاول. يبقى دلوقتي في كورتيكو سباينال، دي كورتيكو سباينال اللي بالازرق، كورتيكو بالبر الفايبر الصغيره دي اللي بتغذي الموتور نيوكليوي بتاعت الكرينيال نيرفز، كلهم بايلاترال سبلايد، ولكن ما عدا العصب السابع والجزء اللي تحتاني منه ده بيتغذى كونترالاترال سبلاي. والعصب رقم 12 نيرف رقم 12 نشيل ده. تمام، نشيل ده برضو ونشيل ده. انا هثبت لكم بس اهمية الرسمة دي وتتحفظ زي او تتفهم زي ما هي مرسومة كده، سيبك من رسمة الكتاب. تمام، دلوقتي اول حاجة طبعا الكلام ده سابق اوانه، يعني نستخدم البنسل. لو حصل ليجن في المنطقة دي رقم 1، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ المريض انا بتكلم بقى موتور، انا مش دعوه بسنسيشن دلوقتي. ايه اللي هيحصل؟ بما ان الفايبرز عملوا ديكاسيشن كده، تمام، يبقى هيبقى الجزء ده يمين رايت وده ليفت. يبقى الجزء الليفت ده
هيبقى هو اللي متأثر عشان في ديكاستيشن. حصل ليجن في رقم 2 عند الانترنال كبسول، يبقى نفس المبدأ، لو الجزء الرايت هو اللي متأثر يبقى الليفت هو اللي هيدي السيمتوم. تمام. رقم 3 في الميد برين، ايه اللي هيتأثر؟ لو سكينة جت هنا كده او اي ليجن يبقى الجزء ده هو اللي هيتأثر. تمام. طيب بقى نتكلم على الكرينيال نيرفز. هل الكرينيال نيرفز هتأثر؟ يعني هو لو الجزء ده فيه مشكلة، ما هو بياخد بايلاترال سبلاي، يعني هو دي الرايت. تمام. فالرايت مديها للرايت نيوكلياي والليفت نيوكلياي. تمام. فهي هتأثر هنا وهتأثر هنا، ولكن الجزء اليمين او الجزء الشمال ليفت براميدال تراكت هتلاقيهم مغذياهم، فمش هيظهر سيمتوم الا في حالة رقم 7 ورقم 12 عشان هو بيتغذى من جنب واحد بس. تمام. فهنا رقم 3 هتدي بقى كونترالاترال هيميبليجيا او كونترالاترال باراليسيس، مش دعوه هيميبليجيا ولا لا، كونترالاترال باراليسيس. هنا كونترالاترال كله ما عدا بقى عند اللور بارت اوف مضله. لو حصل ليجن هنا كده، تمام، لا هيدي بقى ايه ابسيلاترال علشان الديكاستيشن خلاص حصل. تمام. ده بالنسبه للموتور. للسنسيشن هكلمك برضو في السنسيشن في المحاضره الجايه بنفس الرسمه دي. يبقى الرسمه دي مهمه جدا، احفظها علشان هتسهل عليك كتير. تمام. واحفظ رسمه العصب السابع بالنيوكلياي بتاعته، تمام، بالنواه بتاعته. بالرسمه دي هتسهل عليك، يعني هتسهل عليك المنهج كله. تمام. دي تاني البيراميدال تراكت نازله بتعمل ديكاستيشن في عند اللور بارت اوف مضله، بتدي فايبر صغيره. الفايبر الصغيره دي هي الكورتيكو بالبر، عشان ما تقولش لا مش عارف اسمها ايه وبتاع، لا اسمها كورتيكو بالبر. الفايبر الصغيره دي طالعه من البيراميدال. تمام. بتغذي كله يمين وشمال، يعني اليمين الازرق ده بيغذي يمين وشمال ما عدا 7 و12. تمام. يعني لو حصل ليجن هنا بقى عند الليفل بتاع 12، تمام، رايت كورتيكو بالبر عند الليفل بتاع 12، ايه اللي هيتأثر؟ الليفت، عشان هي بتدي الليفت. تمام. يعني النواة الرايت بتاخد من الليفت. تمام. فالبيراميدال الرايت هتأثر على الليفت. تمام. هي بتبقى بالعكس، نفس المنطق او نفس المبدأ على اللور جزء نص النواة بتاعة العصب السابع من تحت. تمام. ولكن الجزء اللي فوق ده يعني فيما بعد برضه هنقول ايه اللي هيحصل فيه، ولكن لازم تحفظ الرسمه دي. في رسمه البيراميدال تراكت دي مهمه جدا، وهتسهل عليك حاجات كتيره خالص خالص خالص. تمام. بنفس الرسمه بتاعه الكرينيال موتور نيوكليا بتاعه الكرينيال نيرفز. تمام. نفس الحاجات دي بالظبط والاكسات. نبدا بقى او نرجع تاني للسلايد بتاعتنا على الداتا. تمام. احنا كنا واقفين هنا زي ما قلت لك في نوت صغيره بيقول لك ايه some decasseting fiber separate to supply motor nuclei، قصده على الكورتيكو بالبر، ما عدا بيقول لك of both sides، ما عدا اللور النص الفيشال نيوكليوس وهايبوجلوسال 7 و12 من الاوبوزيت سايد. تمام. ده بالنسبه لرسمه البيراميدال تراكت. الوظيفه بتاعت البيراميدال تراكت زي ما قلت لك المره اللي فاتت، اول مره دي initiation of voluntary movement، هي شويه البنزين اللي في الاول بس، ولكن مش البرفورمانس اوف فولانتري موفمنت. البرفورمانس الاساسيه او مين اللي بيعمل الحركه؟ الماسلز دي لور موتور نيرون. البرفورمانس اوف فولانتري موفمنت دي لور موتور نيرون. الانيشيشن اوف فولانتري موفمنت البيراميدال تراكت. قلت لك المره اللي فاتت ومن وظيفه البيراميدال تراكت بتهدي الانتيريور هورن سيل. تمام. الانتيريور هورن سيل على طول شغاله، فلو اشتغلت على طول الجسم هيدخل في حاله من الاسباستيسي. تمام. هتيجي تمشي هتبقى رجليك متخشبه، فهي في اوردر بينزل من فوق عن طريق البيراميدال تراكت بتهدي الانتيريور هورن سيل. وهنقول في الفيتشرز دلوقتي كل حاجه وسببها. مسؤول عن سكيلفول موفمنت. تمام. وبتكنترول السفنكتر. السنتر بتاع السفنكتر اس 2 و3 و4. فهو مثلا ما ينفعش تبقى في محاضره او في مكان عام وتعمل ميكتوريشن، لا هو بيجي اوردر من فوق او سيجنال من فوق بتعمل انهبيشن او بتكنترول السفنكتر. تمام. ده بالنسبه للفانكشن. خد من الفانكشن وحط في الليجن. دلوقتي
ركز معايا بقى. تمام، انا اللي عايز اركز والله. المهم متخافوش يعني، انا مش هغلط اكيد يعني. الفيتشرز لو حصل ليجن ابر موتور نيرون. تمام، لما اقول لك ابر موتور نيرون يبقى بيراميدال بقى عند اي ليجن، بيراميدال بقى عند اي ليفل كورتيكال، عند الميد برين، عند المضل، بص اي حاجه. المهم اللي هي ابر موتور نيرون ضربت البيراميدال سيستم، وهتدي المانيفستيشن هقول لك عليها دلوقتي. دلوقتي لو واحد ابوه مات، ايه اللي هيحصل؟ هيدخل في حاله من الصدمه، شوك. فهي دلوقتي الانتيريور هورن سيل ابوها البيراميدال تراكت او البيراميدال سيستم، فالبيراميدال مات، فالانتيريور هورن سيل هتدخل في حاله من الصدمه، حاله من التشوك يعني حاله من الفلاسيتي. والعكس لو الحاله كرونيك، يعني لو ابوها مات على طول اكيوت هيدخل في تشوك، لو كرونيك مفيش تشوك. تمام، مفيش تشوك ستيج يعني مفيش فلاسيتي. هنا في فلاسيتي تاني، ابوها مات هيدخل في تشوك تساوي فلاسيتي. تمام. المانيفستيشن بتاعت الابر موتور نيرون ليجن حاجه اسمها سيلكتيف بيراميدال تراكت ويكنس، يعني في باترن معين كده في الويكنس بتاخده. تمام، ده طبعا هيتقال كله في الهيميبليجيا، ولكن زي ما قلت لك دي تعتبر انترودكشن لسه. دلوقتي لو مريض هيميبليجيا شفته هتلاقيه واخد ايده عليه كده. تمام، معنى ده يعني ان في سباستيستي في الفليكسورز بتوع الابر ليمب. تمام، سباستيستي. الويكنس بقى، انا بتكلم على الويكنس بقى في العكس في الجروب التاني. يبقى انت عندك الفليكسورز البايسبس والكلام ده كل ده في سباستيستي، والترايسبس والريست اكستنسور فيهم ويكنس. تمام، يعني الانتي جرافيتي ماسل فيهم ايه؟ الانتي جرافيتي ماسل فيهم سباستيستي، والبرو جرافيتي ماسل فيهم ويكنس. تمام، الافكشن اوف ويكنس بيكون اكتر في الديستال ماسلز. تمام، مش البروكسيمال. الحاجات دي مهمه، ديستال ولا بروكسيمال. بالافكشن الويكنس بيكون الديستال اكتر، والويكنس زي ما قلت لك بيكون في البرو جرافيتي ماسلز. البرو جرافيتي يعني اكستنسور ابر لمب، فليكسور لور لمب. الباترن بتاع الاسباستيستي العكس، انتي جرافيتي ماسل يعني فليكسور اوف ابر لمب واكستنسور اوف لور لمب. ركز، بتتكلم على ويكنس ولا بتتكلم على سباستيستي؟ الابر موتور نيرون ليجن لو حصل ليجن هو بيدخل مش في باراليسيس دي بتاعه اللور موتور نيرون ليجن، هو بيدخل في حاله من الباريسيس يعني ويكنس. تمام، ممكن يحصل ويكنس جامد ولكن في اخر المرض او لما ياخد وقت طويل شويه. تمام، ليه؟ دلوقتي انت عندك زي ما قلت لك السبب او الفانكشن بتاعت البيراميدال تراكت انها بتعمل انيشيشن للفولنتري موفمنت، ولكن اللور موتور نيرون دي البرفورمانس، يعني نقسمها 100%. 10% بيراميدال هي بتديله شويه البنزين، و90% المسلز بالنرفات بالروتس، كل الكلام ده لور موتور نيرون بريفورمانس للفولنتري موفمنت. فلو كل ده انضرب يبقى انت خلاص، يعني انت خلاص 90% دول راحوا عليك، فهيدخل في حاله من الباراليسيس خلاص. ولكن ال10% على الرغم اللي هم الانيشيتور ولكن هيدخل في ويكنس. تمام، ما انت عندك واحد هيميبليجيا ممكن يقدر يمشي على الرغم اللي هو ابر موتور نيرون ليجن والبيراميدال المضروبه، ولكن بيقدر يمشي. تمام، ممكن يقدر يمشي ويحرك ايده عادي. ممكن مثلا في حاله تانية يبقى الواحد عنده مرض وما بيتحركش، هو مش قادر يحرك اي عضو من جسمه. ليه؟ عشان المصل عنده خلاص ضاعت، ده لور موتور نيرون. فالخلاصه هنا عشان ما نلفش كتير يعني، ابر موتور نيرون فيه باريسيس او ويكنس، لور موتور نيرون فيه باراليسيس. تمام، لو انا جيت مثلا عند الليفل بتاع C4 وخبطتك سكينه قطعت لك البيراميدال رايت، تمام، هنتكلم على الريفلكسات. كل ما تحت C4 هينضرب او هينضر بما فيهم السوبرفيشال ريفلكس. ما انت عندك مثلا حاجه زي الابدومينال ريفلكس من C6 ل C12، فلو خبطتك سكينه عند C4 يبقى superficial reflex هينضر below the level of the lesion. at the level of the lesion C4، تحت الليفل of the lesion
من C5 ونازل، يبقى الجزء ده كله بما فيه بص اي حاجه معديه بقى، تراكتات بتاعت سensation، ديب سensation، تاتش، موتور، سوبرفيشال ريفلكس، بص كل حاجه خليط السكينه كده هينضر، ولكن في سيستم معين هنمشي بيه. يبقى خبطت سكينه الريفلكس انضرب. تمام. طبعا حاجه زي الابر موتور نيورون ليجن بوزيتيف بابينسكي ده اكيد يعني. تاني بعيد تاني، وظيفة البراميدال تراكت على الانتي هورن سيل بتقلل الديب ريفلكس وبتقلل الماسل تون. فلو حصل ليجن الديب ريفلكس والماسل تون هيتحرروا من تحت ايد البراميدال، فهيحصل هايبرتونيا كلاسب نايف سباستيستي وهايبر ريفلكسيا. ده بسبب انهم تحرروا من تحت قوة البراميدال كانت بتهديهم، فهم طلعوا من تحت ايديها، فيعني يمشون في الارض فسادا بقى، اللي هم هايبرتونيا وهايبر هايبر ريفلكسيا. وممكن يكون في فايننج لللاترال توم. اتمنى تكون الجزء ده واضح. تمام. هي initiation للفولانتري موفمنت، inhibition لو فيه ليجن يبقى خلاص inhibition ده راح، هيتفرعنوا ويمشوا في الارض فسادا، يسعون فسادا يعني، فيحصل لهم هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا. تمام. ده بالنسبه للابر موتور نيورون. اللور موتور نيورون بص بقى، عندك انتيريور هورن سيل ماسل، بوستيريور هورن سيل نيورو ماسكولار جانكشن، بريفرال نيرفس، نيفروتس، كل حاجه من الحاجات دي. تمام. كل حاجه من الحاجات دي ليها امراض او ليها مجموعه معينه من السيمتوم. تمام. وكلهم طبعا يعني حاجات سهله مش صعبه. هو هنا بيقول لك الانتي هورن سيل طبعا الاتش شيب احنا عارفينها، بتقول لك بتريسيف امبالسز. تمام. الامبالسز دي بتبقى انهبيتوري عليها، عشان كده لو حاله يعني لو حاله اكيوت هيدخل في صدمه تشوك، وهيدخل في الاساسي. الحاجات دي حاجات طبعا هي مش موجوده، ممكن تكون مش موجوده في الكتاب، ولكن الحاجات دي لازم تفهمها علشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. مش هقول كل الكلام ده. حاجه ريفلكس ارك، ما هو قال لك من شويه اللور موتور نيرون هي الاستراكشرز اللي بتفورمنج ريفلكس ارك. الريفلكس ارك ده هو انا لسعتك او انت اتشكيت بدبوس او مسكت كوبايه شاي سخنه وسبتها على طول. بص شايف الرسمه دي كاريكاتير جميل خالص. انت اتشكيت، فهي البرين هيتحكم، فهيبعت امبulse للمصل. شفت المصل ماسكه عصا تحكم، فالعصا التحكم دي هتشيل ايدك على طول من على مصدر الخطر ده، علشان هو اساسا بروتكتيف ان فانكشن. تمام. البرين ملوش اي دعوه بالكلام ده خالص. هو كل اللي بيحصل انك بتتشك، الامبulse بتدخل على السباينال كورد وبتعدي على طول، بترجع لك بموتور فانكشن او موتور ريسبونس اللي هي بتشيل ايدك. يعني بتتشك بتروح على السباينال كورد بترجع لك انك تشيل ايدك. طبعا السيمولس هنا هوت سيرفيس. تمام. الريسبتور سيرمو ريسبتور، سيبك بقى من السنسوري نيورون والموتور ريلي وكده. الريسبونس انك هتشيل ايدك. تمام. الفانكشن اوف لور موتور نيورون، الجزء ده من كتاب طنطا. الفانكشن اوف لور موتور نيورون طبعا ماسلز بنرفات، يعني هي طبعا فانكشن واضحه. تمام. بيقول لك هنا last and only connection between nervous system and muscle، هو حلقة الوصل ما بين الجهة العليا اللي هي البيراميدال والمصل. المصل دي آخر حاجة بقى. طبعا هو لو في ليجن يبقى خلاص paralysis و absent. تمام. absent of deep reflex. فاضل السيرش ريفلكس والماسل تون والديب تندون ريفلكس والكرونوس في المقارنه. كده احنا خلصنا بقى الفيديو. هو فيديو طبعا فيه معلومات كتيره، ولكن هجمعها لك في الاخر لا تقلق. السيرش ريفلكس. تمام. دلوقتي لو المصل حصل لها ستريتش بتريسبوند بكونتراكشن ده على طول. تمام. الستريتش ريفلكس حاجه اسمها مونوساينابتيك يعني 1 سايناب. تمام. بولي ساينابتيك يعني اكتر من 1 سايناب، يعني ليه 1 افرنت بس و1 افرنت. الكلام ده مش مهم قد كده. الريسبتور، في ريسبتور جوه المصل اسمها انترافيوزال ماسل فايبر. الانترافيوزال ماسل فايبر دي لها يعني اورينتيشن معين، سيبك منه برضو. الستيمولاس لو انت عملت ستريتش في امبلس هتتبعت وتروح على المصل تعمل لها كونتراكشن بمسار معين. طبعا مش لازم تعرف المسار ده، هو مش موجود هنا، هو موجود في الورق اللي هينزل ال A3. تمام. هتلاقيه مرسومه فيه يعني على مرسومه فيه. فهو دلوقتي انا عايزك تعرف ان في ستريتش حصل له ريسبوند بكونتراكشن. تمام. بس في الجزء الستريتش ريفلكس الماسل تون بقى.
تمام. ما هو دلوقتي انا ليه شرحت الاستريتش ريفلكس؟ عشان في ماسل تون يعني يقوم على نفس المبدأ. دلوقتي زي ما قلت لك في ستريتش حصل كونتراكشن، الماسل تون اي ماسل في الدنيا لو جيت قستها طلعت مثلا 10 سم، اللينس بتاع الماسل 10 سم، وجيت قس نفس المسافه من الاوريجن والانسيرشن هتلاقيه مثلا 15. معنى كده ان الماسل مشدوده على من الاوريجن للانسيرشن، الشده دي ستريتش فهتريسبوند بكونتراكشن. يبقى الماسل وانت قاعد كده في كونتراكشن، الكونتراكشن ده اسمه سب تيتانيك كونتراكشن. تمام. الكونتراكشن دي ليه وظايف هنقولها دلوقتي. يبقى الماسل تون ده حاجه اسمها سبونتينيوس، على طول هو موجود، ربنا خلقه كده، خلق الماسل المسافه من الاوريجن والانسيرشن اكبر من الماسل، يعني الماسل مشدوده عليه علشان يبقى فيه ستريتش وفيه كونتراكشن على طول. تمام. زي ما قلت لك اللينس بتاع اي ماسل shorter than any distance between origin and insertion. تمام. الاستريتش ده نفس المبدأ اللي احنا قلناه فوق هنا، هيرسبوند بكونتراكشن. الكونتراكشن ده اسمه سبتيتانيك كونتراكشن. السبتيتانيك كونتراكشن ده مهم في حاجتين، بيحافظ على البوستشر بتاعك. طب وانت واقف كده في كونتراكشن في المصل، فبيحافظ على البوستشر بتاعك وبيساعد على تغذية المصل. في كونتراكشن في المصل، تمام، في ستريتش في المصل، فالبلاد فيسل مفتوح. هنقول دلوقتي لو حصل ليجن ايه اللي هيحصل. لو حصل ابر موتور نيرون ليجن، دلوقتي تقريبا انا قلت لك 3 مرات ان الايفكت بتاع البيراميد على الماسل تون انهيبيشن، فلو حصل ليجن ابر موتور نيرون هيبقى هايبرتونيا increase التون below the level of the lesion. ولكن لو حصل لور موتور نيرون، انا جيت مثلا على النيرف اللي مغذي الماسل دي وقطعته، ايه اللي هيحصل؟ الماسل هتبقى دينيرفيتد، ملهاش نيرف. فلما يحصل لها دينيرفيتد، بص الدنيا دي كلها كأنك جيت على بلد وقطعت عليها المية، البلد هتخش في مجاعة. الماسل بالسنسيشن بتاعها، بالنيرفات، بالسكن، بالفاشيا، بكل الجزء ده كله كده هيدخل في مجاعة. هيحصل طبعا ويكنس، هيحصل ان التون بتاع الماسل هيقل، هيحصل ويكنس بسبب ان البلاد فيسل هيتقفل. تمام. هيتقفل علشان كانت الماسل مشدوده فالبلاد فيسلز مفتوحه. لا العكس بقى، هنا هيحصل الماسل انكمشت على بعضها بسبب ان مفيش كونتراكشن اساسا في الماسل، فالبلاد فيسلز هيتقفل، فهيدخل في ويكنس وويستنج للماسل. ده السبب ان اللور موتور نيرون ليجن في باراليسيس، في سيفير ويكنس، والابر موتور نيرون ليجن في جاست باريسيس. ده بالنسبه للماسل تون والستريتش ريفلكس. الديب تندن ريفلكس ده ممكن يجي سؤال في ام سي كيو. الستريتش الماسل تون سبونتينيوس، والديب تندن ريفلكس انديوست انا اللي بعمله. كل الكلام ده، كل الثلاثه دول هما الثلاثه واحد، ولكن واحد هو موجود سبونتينيوس، واحد انا بعمله، انا بخبط بالهامر فسيجنال بتتبعت. شفت بقى المسار بتاعه، هو ما بيطلعش البرين، هو بيدخل كده وبيلف تاني بيرجع بكونتراكشن. تمام. يبقى في ستريتش انا عملته، هو انت لما خبطت هنا في ستريتش انديوس ستريتشنج المسل، حصل مسل كونتراكشن، فطبعا المريض بيرفع رجليه كده. تمام. الابر موتور نيرون ليجن، لو حصل ابر موتور نيرون ليجن المفروض الايفكت بتاع البيراميدال بيقلل الديب ريفلكس والتون والماسل تون. فلو حصل ابر موتور نيرون ليجن، التون والديب ريفلكس هيخرجوا من تحت سيطرة البيراميدال، هيبقى اكزاجريتد ديب تندون ريفلكس وهايبرتونيا. لو اللور موتور نيرون ليجن انا جيت قطعت هنا الكوادريسبس، النيرف اللي بيغذاه قطعته، او عملت ليجن كبير جدا في الكوادريسبس ماسل، فهتيجي تخبط، هو مفيش هايبورفلكسيا. تمام. خلاص at the level of the lesion. في نقطة عندنا اسمها كلونس. ده بيبقى موجود في السيفير، حالات السيفير جدا من البيراميدال تراكت ليجن. هو طبعا في انا بعمل صادن ستريتش جامد، فهو بيرسبوند بكونتراكشن، ولكن ريزميك كونتراكشن. تمام. اكيد طبعا عارفين كلونس ده الجريد الاخيره من الريفلكس او ريفلكسات. تمام. ده بيدل ان في سيفير بيراميدال تراكت ليجن. هو طبعا بيتعمل في الانكل والباتيلا والريست. تمام. كل الكلام ده هيتعاد في الشيت، ولكن انا عايزك تعرف الاساسيات. هو بيكون
هيستيريكال لو شلت ايدك من على الريست مثلا او الانكل وما زال موجود، تمام، يبقى ده هيستيريكال. المقارنه بتاعتنا دي اهم حاجه في المحاضره بتاعت النهارده. المقارنه في ابر موتور نيرون، ركز معايا بقى، انا هتكلم بالراحه خالص. الابر موتور نيرون واللور موتور نيرون، الباراليس يعني ويكنس، تمام. ابر موتور نيرون قلت لك ويكنس ليه؟ ويكنس وبعيد كلام تاني، بيحصل ويكنس عشان هي initiation of voluntary movement. اللور موتور نيرون بيحصل باراليسيس، ليه بيحصل باراليسيس؟ علشان اللور موتور نيرون الفانكشن بتاعتها performance of voluntary movement هي اللي بتاخد الحجم الاكبر، فهنا ويكنس وهنا باراليسيس. طبعا الويكنس بيكون ديستال اكتر، ابدكتور اكتر، الجزئين دول مش موجودين في الكتاب، ولكن هي في الابدكتور اكتر، وغالبا مش هيجوا في الامتحان، ولكن دي الديستال دي ممكن تيجي. الويكنس لو انت بصيت على مريض هيميبليجيا، الهيميبليجيا ده بيكون واخد دراعه عليه، معنى انه واخد دراعه عليه يعني في سباستيستي في الانتي جرافيتي ماسل، تمام، وويكنس في البرو جرافيتي ماسل. هنا ويكنس اكتر في البرو جرافيتي ماسل اكتر من الانتي جرافيتي ماسل، تمام. هنا طبعا في اللور موتور نيرون ليجن بيعتمد على السايت، طبعا مش كل مكان شبه التاني. اول نقطه نسيبها ونعمل علامه صح كده ونمشي. السيت اوف ماسل هنا نو ويستنج، علشان زي ما قلت لك هي انيشيشن بس، تمام، ولكن ممكن بريزنت الليت ستيج دي تو ديزيز اتروفي، تمام. هو قاعد في السرير ما بيتحركش، ديزيز اتروفي، في ويكنس بقى، تمام. هنا في اللور موتور نيرون ايرلي وماركت، ليه؟ عشان التون قل، التون ماسل تون ده قل، علشان في البلاد فيسلز قفلت. نسيب السيت اوف ماسل. الماسل تون تاني للمرة 17، الافكت بتاع البيراميدال يعني ابر موتور نيرون على الماسل تون بيهدي الدنيا خالص، فكون ان حصل ليجن يبقى التون والديب ريفلكس هتتحرر من تحت قوة الابر موتور نيرون. تحررت من تحت الابر موتور نيرون هيسعوا في الارض فسادا، يعني هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا، تمام. هنا هايبرتونيا والعكس بتاعها هايبوتونيا. هايبوتونيا علشان انا جيت على مصل معينه قطعت النيرف اللي بيغذيها، فخلاص يعني مصل اساسا مش هيحصل لها كونتراكشن، فهي هتدخل في حاله من الهايبوتونيا. العكس بتاع الويكنس هنحطه تحت، هنا في الادكتور اكتر والانتي جرافيتي ماسل. طبيعي انت مثلا لو جيت تشوف مريض هيميبليجيا هتلاقيه واخد دراعه عليه، يعني انتي جرافيتي سباستيستي اكتر. ماسل باور سيلكتيف براميدال تراكت ويكنس، تمام. هنا على حسب بقى، انا خبطت نيرف هيبقى ديستال ويكنس في النيرفات، تمام. بروكسيمال ويكنس في الماسل، بروكسيمال ويكنس حاجه مثلا زي المايوباثي، تمام. كل في اللور موتور نيرون هتلاقيني بقول لك ايه على حسب. فاسيكوليشن دي خاصه بالانتيريور هورن سيل، انتيريور هورن سيل تبع اللور موتور نيرون ليجن، بدايه اللور موتور نيرون ليجن. الديب ريفلكس تبع الماسل تون شبهها، بتتحرر من تحت قوه البيراميدال تراكت، فبتدخل في حاله من الهايبر ريفلكسيا، طبعا هنا هايبو ريفلكسيا. سوبرفيشال ريفلكس لسه شرح لك من شويه، لو خبطتك على سي 4 سكينه يبقى كل اللي تحت السكينه ده هيحصل له افكشن بما فيهم السوبرفيشال ريفلكس. فالسوبرفيشال ريفلكس بيكون طبعا ابسنت، تمام، لو الليجن above the segment supply of the reflex، يعني زي ما قلت لك من شويه الابدومينال ريفلكس من سي 6 ل 12، لو انا عند سي 5 خبطتك وحصل ليجن يبقى سي 6 لحد 12 متاثر، فهيأثر على السوبرفيشال ريفلكس. في اللور موتور نيرون بيكون موجود، ولكن لو انا مثلا جيت من سي 6 ل 12 ما ده بتاع الابدومينال ريفلكس، تمام، لو جيت عند سي 5 بقى وطلع غضروف، ما هو هيأثر على السوبرفيشال ريفلكس، فهو بيكون ابسنت لو الليجن اثر على السيجمنت بتاع ريفلكس. كولونا ده طبعا حاجه تبع الابر موتور نيرون، مش موجود في اللور موتور نيرون. الباثولوجيكال ريفلكس دي حاجات مش موجوده اساسا، ولكن ممكن تكون موجوده في حاله الابر موتور نيرون. بلانتر ريفلكس طبعا ده في الشيت في الاخر، في اخر محاضره او اخر يعني اخر محاضره من الجزء بتاعنا ده، لما تيجي تعمل له سكراتشنج الريسبونس الطبيعي. بص هنا دلوقتي في
بيشبهها لك ازاي؟ في خطر جاي على الصباع الكبير بالتوز بتاعته، فلما يجي مفتاح ويعمل سكراتشنج المفروض بيرسبوند ليه انه يعمل بلانتر فريكشن عشان يصد الخطر ده. فكون ان عمل دورسي فليكشن البيك 2 ده بلانتر ريفلكس بوزيتيف، تمام، اللي هي بوزيتيف بابينسكي ساين، ومفيش حاجه اسمها نيجاتيف بابينسكي ساين، هي اسمها بوزيتيف بابينسكي ساين، تمام. ده بالنسبه للبلانتر ريفلكس. قلت لك من شويه حاجه مهمه، دلوقتي انت لو جيت عند بلد معينه وقطعت الميه عليها هيدخل في مجاعه. جيت على مصل معينه وقطعت النرف اللي بيغذي المصل، طبعا النرف مش بيغذي المصل بس، بيغذي مصل، بيغذي سكين، بيغذي ستراكشرز، كل الاستراكشرز اللي حوالين المصل، تمام. فكون ان في مشكله في النرف مثلا فهيأثر على المصل، فاشيا، سكين، الهير بتاع المنطقه دي هيتأثر، فهيحصل تروفيك تشينجز. ليه؟ علشان النرف ده اتقطع، تمام. فالنيرف اتقطع معناها اللور موتور نيرون ليجن، تمام، مش موجود في في الابر موتور نيرون. الالكتريك ريسبونس لو في نيرف فيه مشكله مثلا نيوروباثي هتلاقي نيرف كوندكشن فيلوسيتي قليله، تمام. الكلام ده شغل بقى اي ام جي، يعني ممكن نقوله فيما بعد. زي ما قلت لك من شويه السوبرفيشال ريفلكس بيتاثر ازاي لو حصل ليجن عند السيجمنت اللي بيسبلاي الريفلكس ده. حاجة مثلا ابدومينال ريفلكس ممكن يكون متأثر في حالة الماسل انسيجن، لو انت عامل عملية وفي لونج انسيجن جرح كبير، ده ممكن يأثر على او ممكن يحصل الابدومينال ريفلكس ابسنت، يعني ابسنس. طبعا انا عارف ان انا بطلع الكلمة بروح، والله يعني مش عارف، تعبان. يعني تاني بقى البيراميدال سيستم بيطلع من الاريا 4 و6، تمام، بتعمل ديكاستيشن عن اللور بارت اوف مضله، تمام. زي ما قلت لك في فايبرز بتطلع لكورتيكو بالبر. initiation of voluntary movement inhibition، بتدي بنزين في الاول وبتنهيبيشن للانتيو هورن سيل. طبعا الفيتشرز تدخل في حاله من الصدمه، الانتيو هورن سيل لو حاله من الاكيوت ستيج فابوها مات طبعا يعني، فبتدخل في النيورال شوك، والعكس في الكرونيك ستيج. طبعا هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا عشان طلعت من تحت تأثير البيراميدال لور موتور نيرون ستراكشرز بتاعت الريفلكس ارك. ريفلكس ارك ده انت تشكيت وبعدت ايدك، تمام. ستريتش ريفلكس ده حصل ستريتش بتريسبوند للكونتراكشن. الماسل تون ده انا بقول لك بقى الخلاصه، الماسل تون ده في على طول سبونتينيوس ستريتش، فعلى طول في سبونتينيوس كونتراكشن في الماسل. السبونتينيوس كونتراكشن ده وظيفته البوستشر، وظيفته التغذية. لو حصل ليجن التون ده خلاص كان تحت تأثير البيراميدال وطلع من تحت تأثيره، يبقى هيحصل هايبرتونيا. والمفروض مع يعني اربطها هايبرتونيا وهايبر ريفلكس. انت دلوقتي المفروض عرفت ليه بيحصل هايبرتونيا وليه بيحصل هايبر ريفلكسيا، تمام. لور موتور نيرون انت جيت قطعت كل حاجه على المصل دي، فهيدخل في حاله من الويكنس. ديب ريفلكس انا اللي بعمله induced local stretch reflex، بخبط ده stretch بيرسبوند بكونتراكشن. كرونس ده حاله من السيفير ليجن. طبعا في الابر موتور نيرون انا قلت ويكنس، تمام. في اللور قلت باراليسيس، تمام. الباترن سهل ما فيهوش حاجه يعني. هنا طبعا مفيش ويستنج، ولكن ممكن يكون في ديسيز اتروفي. الماسل تون هايبرتونيا مع هايبر ريفلكسيا اربطها بقى. فالسيكوليشن دي تبع الانتيريو هورن سيل. دي ريفلكس هايبر ريفلكسيا، هنا هايبو. سوبرفيشال ريفلكس تاني عشان ممكن تكون مش فاهمها قد كده. دلوقتي انت الابدومينال ريفلكس من سي 6 لسي 12، فانا جيت عند سي 4 او سي 5 وخبطتك سكينه، فمعنى كده ان كل اللي تحته متاثر، تمام. فحاجه السوبرفيشال ريفلكس هيكون متاثر ابسنت، تمام. لو الليجن above the segment supply of reflex، تمام. absent لو الليجن فوق السيجمنت اللي بيغذي الريفلكس، هنا بيكون موجود. ولكن مثلا سي 5 سي 6 ل 12، انا جيت عند سي 6 مثلا وطلع غضروف او طلع اي حاجه، فمعنى كده ان الريفلكس ده مش هيكون موجود. كولونس ده حاجه تبع الابر موتور نيرون،
باثولوجيكال ريفلكس حاجه تبع الابر موتور نيرون. بلانتر ريفلكس ابر موتور نيرون بيحصل دورسيفليكشن، تمام، اللي هي بوز بابينسكي. ترافيك تشينج تاني الحته دي مهمه، الترافيك تشينج بيحصل مع اللور موتور نيرون علشان انا قطعت التغذيه اللي رايحه للمصل بالحاجات اللي حوالين المصل، فهيحصل ويكنس. في الابر موتور نيرون مفيش ويكنس او مفيش تروفيك تشينج. بنتكلم على التروفيك تشينج مش ويكنس، معلش. التروفيك تشينج مفيش تروفيك تشينج، تمام، وبرضه مفيش ويكنس ومفيش ويستنج، تمام. ممكن يبقى في ويكنس، سلايت ويكنس او باريسيس في اللور موتور نيرون ليجن، بيكون في باراليسيس وويستنج اوف ماسلز، تمام. احنا كده خلصنا النهارده، فاضل السنسوري سيستم وهيكون فاضل تجميعة المحاضرات بقى، ويكون فاضل الشيت كده. يعني كده 5 محاضرات يعتبروا انترودكشن. ركز بس في المحاضرة دي على البرامدل والمسار بتاعها على الرسمة اللي رسمتها لك من شوية، وتركز على السلايد دي مهمة جدا 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 فوق ما تتخيل يعني. دي سيبك منها، السيرش ريفلكس سيبك منه، ماسل تون مهمة، ديب ريفلكس مهمة، المقارنة طبعا لو انت فهمت الكلام اللي فات ده هتعمل مقارنة من دماغك، ولو انت فهمت الكلام اللي فات ده كل الحاجات الجاية هتبقى سهلة جدا فوق ما تتخيل. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وان شاء الله يومين وهننزل فيديو جديد. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.